عارفة يا مامي لما الجو يبدأ يبرد والسماء تبدأ تمطر والولاد يبدأوا يكحوا واحد ورا التاني في البيت، تحس كده ان البرد داخل البيت دخلت مخابرات. السلام عليكم، انا دكتور حسام طبيب اطفال، وهنا بقدم لك معلومه تهمك وتهم طفلك. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. تابعوا الفيديو ده للاخر. وطبعا تبدا بقى حفله الادويه في البيت، وكل طفل بيبدا الحكايه بطريقته. بس ما تقلقوش، خلونا نهدى شويه ونتكلم بعقل. اي نعم الشتاء جه وجات معاه امراضه الشائعه، ولكن قدامنا فرصه نحمي اطفالنا لو عرفنا ازاي نقوي مناعتهم وازاي نعدي اليومين الجايين دول على خير. في الفيديو ده هكلمك عن اهم الامراض اللي بتصيب الاطفال في الشتاء، هناخدهم واحد ورا التاني. اول حاجه البرد والانفلونزا. خليني اقول لك يا مامي ان البرد والانفلونزا هم اكتر حاجتين بتلف على الاطفال في الشتاء، بس هنا في حاجه مهمه، البرد غير الانفلونزا. البرد اعراضه بسيطه، شويه رشح، شويه سخونه، شويه همدان في الجسم. الانفلونزا عنيفه، حراره عاليه، تعب عام، حرفيا بتوقع الطفل تماما، وممكن كمان تقعد كام يوم. وطبعا في الحالتين الاتنين ملهمش علاج سحري ولا مضاد حيوي، الاتنين فيروسات، ولكن كل واحد ليه تأثيره بطريقته. يعني المضاد الحيوي اللي حضرتك بتديه لطفلك في دور البرد وفاكره كده انه هيفيد طفلك، ده ممكن كمان ما يفيدهوش، ده ممكن يضره. طب تعرفي ايه فعلا اللي بيفيد في الدور ده؟ شويه راحه، شويه سوائل دافيه، خافض حراره، شويه شوربه كده من بتوع ستي وستك. وطبعا هنا خليني اقول لك، لو دور الانفلونزا بيتكرر مع طفلك كل شويه، اللقاح بتاع الانفلونزا الموسمي مهم جدا، ولكن ما نستناش لغايه الطفل ما يتعدي، خلينا نبدا بدري بدري. تاني حاجه التهابات الجهاز التنفسي، وده زي التهابات الشعب الهوائيه او الالتهابات الرئويه او التهابات القصيبات الهوائيه اللي بيعملها اشهر فيروس، وهو فيروس الRSV، الفيروس المخلوي التنفسي. وده من اكتر الفيروسات اللي احنا بنقلق منها في الشتاء، وبالذات لو الطفل بدا يحصل معاه زياده في سرعه النفس، او الطفل بدا يحصل معاه نته، يعني بيعمل ازاي فدي من اكتر الحاجات اللي بتقول ان نفسه متضايق، او الطفل بدأ يحصل معاه شوية زرقان في الفم او في الاطراف. كل دي حاجات بتقول ان الفيروس تمكن من الطفل والطفل محتاج يتحجز. وارجوكي بلاش ادوية كحة من نفسنا. الدواء بتاع الكحة اللي حضرتك فاكرة انه بيعالج الطفل، ممكن نفس الدواء ده في حالة تاني يكون بيضر الطفل مش بينفعه. اما عن الوقاية فهي بسيطة جدا، شباك مفتوح، نغسل ايدينا كويس قبل الاكل. الحاجة التالتة ان احنا ما نروحش باطفالنا مكان فيه زحمه، واحنا عارفين الادوار منتشره ازاي في الشتاء. ثالث حاجه التهابات الاذن والجيوب الانفيه. من اكتر الحاجات اللي بتحصل بعد ادوار البرد في الشتاء ان الطفل يحصل له التهابات في الاذن الوسطى. يعني حضرتك تقعدي تعالجي في دور البرد ده اسبوع كامل وتتفاجئ بعد كده ان الطفل حصل له التهابات في ودنه. وهنا خليني اقول لك ان التهابات الاذن الوسطى بتعمل للطفل درجه حراره مرتفعه، بتعمل للطفل الم شديد في منطقه الاذن، بتخلي الطفل ما ينامش ويقعد يزن طول اليوم. وهنا لازم نكشف، اي طفل بيشتكي من الاذن لازم نكشف. وهنا عايز انصحك نصيحه كويسه، حاولي تنظفي الانف بتاع طفلك باستمرار، ده بيقلل جدا من اعراض الاذن الوسطى. رابع حاجه النزله المعويه الشتويه. خليني اقول لك يا مامي ان الشتاء مش بس برد وكحه، ده كمان في عندنا فيروس اسمه الروتا فيروس، وده مسؤول عن 90% من النزلات المعويه اللي بتحصل في الاطفال. يعني النزلات المعويه دي ما بتحصلش في الصيف بس، لا دي مكمله معانا برضو في الشتاء. وطبعا لو حصلت لطفلك نزله معويه فيروسيه فهي طبعا مش محتاجه مضاد حيوي، محتاجه بس نعوض بمحلول جفاف وبرضو نكشف على الطفل. وخلينا اضيف لك حاجه مهمه جدا هنا، تطعيم الروتا مهم جدا نديه لاطفالنا في اول سنه من حياتهم، ده بيحمي طفلك بشكل كبير من الادوار الفيروسيه المعويه. خامس حاجه امراض الجلد. ما هو الشتاء مش هيسيبنا في حالنا، برضو جلد الطفل بيتاثر. خلينا اقول لك الصابون اللي بتستخدميه مع الميه الدافيه مع الهواء الساقع، كل ده مثلث بيخلي الجلد بتاع الطفل يبقى جاف. الترطيب البسيط اللي بنعمله بعد كل حمام باستخدام كريم مرطب بسيط في البيت، ده بيحمي الطفل من جفاف الجلد جدا. وطبعا لو في اكزيما شتويه عند طفلك فما تخليش الميه تكون سخنه ولا كمان تستخدمي صابون. ومن الاخر يا مامي، المناعه مش برشام وادويه، المناعه نوم كويس، اكل صحي، ممارسه رياضه، وكمان نلبس اطفالنا اللبس المناسب. ومن الاخر يا مامي، ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للفيديو ده، ابعتيه لكل ام. سلام.